يا اخي انا عندي ثروه اولا وقبل كل شيء، وعندي شركتين 3 4 كبار في تونس ينتجوا منذ 40 منذ 50 عام. نعم. وعندي حقول كانت معروفه، هذا حق المسكار، حق كان كبير ينتمي للحقول المتوسطه، كان ينتمي لانه ثم حقل صغير ثم متوسط ثم كبير ثم عملاق. نعم. ينتمي للحقول القريبه من المتوسط، كان حقل كبير نشحوه وجففوه وتآمروا عليه وما نعرفوا اي شيء. شنو الحلول استاذ؟ الغاز. احنا ونحكوا على النفط. انت عجزت الدوله، انت قلت لي الدوله ما هيش قادره توا. الدوله مش الدوله القرار ما عندهاش. لا تريد يا اخي ثم واحد وطني واحد عميل، افهموها انتم الجيل الجديد، ما تفهموش كلمه عميل انتم الجيل الجديد لانه ما عشتوهاش. شكون العميل؟ عملاء. النخبه الحاكمه في تونس نخبه عميله، الذي لا يتكلم على ثروات شعبه هو عميل للخارج. نعم. والفينال انا هذا اللي يهمني، وهذا اللي يهمني يسمعوا الشعب التونسي. كيف نفهم الوطني والعميل؟ نفهمه بالعقود وبالتجاره وبالمعاملات وبالسيطره على السياده. كي نقولوا سياده راهي سياده، يا اخي يجي واحد يستوليلك على بيتك ويحطه لك بالايجار، وجي تقولي انا والله انا سيد الحومه. مش سيد الحومه انت، لا حتى بيتك فكهولك وجابك واحد قال لك خذوا بالايجار. هذا هو اللي معمول في تونس. تونس راهي ثرواتنا صرنا نأجروا فيها للآخرين وناخذوا احنا إيجار بسيط. ثرواتنا ومشكلتنا هي مشكلة عمالة، والعالم عنده قرن هو بين وطني وغير وطني. الذين يحكمون في تركيا أو في فرنسا هم وطنيين وقوميين ويدافعون على مصالح بلدهم. راهي فرنسا تدخل جيشها لأن التوتال يتضرر في مالي أو في جنوب الجزائر أو في تونس، تدخل جيشها. هذيك هي الوطنية، مش أنه ندخل جيشي وقت اللي يجي شعبي يقول أعطونا ثرواتنا. وين هي ثرواتنا؟ كي نقولوا وين هي ثرواتنا راهو مش معناتها هاو عندهم مخبين علينا. أعطونا الحقيقة، خلونا نسيطر على ثرواتنا، تربح أنت ونربح أنا. هل الباجي قيد السبسي؟ أنا نقول له أنت شو تختار؟ هل تختار بين أنه التمتع بسنتين الرئاسة أخرين وسط الغضب ووسط الكراهية ووسط الحقد، ثم ناس يحقدون عليه وسط كذا، ولا تختار لحظة مجد